هعمل ايه 2 اصفر بالشكل ده، واحدة من اللون الاحمر، بطلع على نفس الدور اللي انا اشتغلت عليه بالشكل ده كده، وهقفل الشغل بتاعي بالطريقة دي. هرجع هنا هعمل ايه، هدخل طرف الخيط في الخرزة السمراء بالشكل ده، واحط اصفر احمر، خرزة باللون الاصفر وخرزة من اللون الاحمر، وهقفل الحلقة بالشكل ده اهي بالطريقة دي. بصوا الشكل هنا عامل ازاي. احط الخيط في الخرزة البيضة اللي جنبها، وهحط خرزة باللون الاصفر وخرزة من اللون الاحمر، خرزة باللون الاصفر وخرزة من اللون الاحمر بالشكل ده، وهقفل الحلقة بتاعتنا بالشكل ده كده اهي كده بالطريقة دي اهي، بقت معانا بالشكل ده. هكمل لاخر خرزة بنفس الطريقة اللي انا عملتها، خرزة باللون الاصفر وخرزة باللون الاحمر هنا كده. معلش همشي معاك واحدة واحدة برضو، خرزة باللون الاصفر وخرزة باللون الاحمر، وهقفل الحلقة بالشكل ده كده. الخرزة السوداء بحط خرزة من اللون الاصفر وخرزة من اللون الاحمر بالشكل ده، واقفل الحلقة بالطريقة دي كده. اخر خرزة اللي هي باللون الاحمر دي انا هعمل ايه، هحط فيها خرزتين من اللون الاصفر، هحط فيها خرزتين من اللون الاصفر بالشكل ده بالطريقة دي كده، واقفل الحلقة كده. بصوا الشكل بقت شكلها معانا بالطريقة دي. هنا هبتدي اعمل ايه، انا هنا كده هبتدي اعمل غرزة تزايد، خرزة باللون الابيض، خرزة باللون الاصفر وخرزة باللون الابيض، 4 خرزات وخرزة باللون الاصفر، 4 خرزات بالشكل ده. باجي في اخر طرف خرزة وبشد الشغل بتاعي كده اهي. بصوا الشكل طبعا عشان تتثبت زي ما عرفتكم بعمل ايه، بحط خرزتين من اللون الابيض انا هعكس الخيط معاكم عشان فتحة الخيط قصيرة. ماشي بقت معانا اهي بالشكل ده. طبعا عشان عكست الخيط مش هتتثبت الا في الخرزة اللي بعديها، باخد طرف الخيط وبدخلها في الخرزة الصفرة اللي جنبيها اهي بالشكل ده بالطريقة دي كده. هحط خرزة من اللون الابيض وخرزة من اللون الاصفر، خرزة من اللون الابيض وخرزة من اللون الاصفر بالشكل ده، وهعمل الحلقة بالطريقة دي اهي بالشكل ده كده. بصوا اهي ابتدت تبقى واضحة معانا. هعمل ايه هنا تاني، الخرزة اللي بعديها
بالشكل ده. احط خرزة من اللون الابيض وخرزة من اللون الاصفر. خرزة من اللون الابيض، بدخل في طرف الخيط الخرزة اللي جنبيها كده، وبحط خرزة باللون الابيض وخرزة باللون الاصفر بالشكل ده اهي، بالطريقة دي كده. تبقى معانا بالشكل ده. باجي في الخرزة اللي جنبيها وبحط خرزتين من اللون الابيض، خرزتين باللون الابيض بالشكل ده، واقفل الحلقة بالطريقة دي كده. اخر خرزة احط برضو خرزتين من اللون الابيض. طبعا انا هنا هعمل تزايد زي ما عملت في الاول، بس من طرف الخيط اللي من ناحية تحت اهي. بلف الشغل بتاعي كده، بحط خرزة من اللون الاصفر وخرزة من اللون الابيض وخرزة من اللون الاصفر بالشكل ده، وبقفل الحلقة بتاعتي كده بالطريقة دي. بص الشكل بقى عامل ازاي. هعمل ايه نفس اللي انا عملته، احط خرزة باللون الابيض، خرزة باللون الاصفر الدور اللي بعده، وخرزة من اللون الابيض بالشكل ده. بالطريقة دي كده باخد طرف الخيط وادخلها في الخرزة اللي جنبيها اهي بالشكل ده، وبحط خرزتين من اللون الابيض، خرزتين من اللون الابيض بالشكل ده اهي بالطريقه دي. وبرجع الخرزه اللي بعديها. هنا بعمل ايه، بحط خرزه من اللون الابيض وخرزه من اللون الاسمر بالشكل ده، وهبتدي اقفل الحلقة. انا كده ابتديت ان انا اعمل العين، اول عين لبوجي. بعد كده بحط خرزتين من اللون الابيض بالشكل ده بالطريقة دي كده، خرزتين من اللون الابيض. وهبتدي الخرزة اللي بعديها على طول هحط خرزة من اللون الابيض وخرزة من اللون الاسمر بالشكل ده، وهقفل الدايرة كده بالطريقة دي اهي بالشكل ده كده اهي. بصوا بالشكل ده. هبتدي هنا خرزتين اللي بعديهم هعملهم باللون الابيض، احط خرزتين باللون الابيض واقفل الحلقة
بالشكل ده. هرجع الخرزة اللي بعديها برضو نحط خرزتين من اللون الابيض بالشكل ده. اخر خرزة طبعا عشان الخيط بقى قصير معايا بعمل ايه؟ بحط خرزة من اللون الاصفر وخرزة من اللون الابيض واعكسها كده اهي. دي طبعا عشان انا الخيط خلص معايا، يعني بقت حته صغيره وحته كبيره، فابتدي اقطع خيط من اول وجديد اهي بالشكل ده واتبت الشغل بتاعي. اهم حاجه ان انا اعقده كذا مره بالشكل ده اهو اهو كده كمان مره، وابتدي اداريه ما بين الخرز بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده زي ما عملنا مع بعض، وهقطع الخيط الزياده. طبعا حته الخيط دي احنا مش هنرميها عشان نعمل الودان بتاعته، احنا ما بنرميش اي حاجه. انا هنا كده بداري الخيط بتاعي. طبعا هنا معانا البنز عشان لو اي حاجه جت صعبه معانا اهي فككها كده بالشكل ده، وابتدي اشد الخيط وهقص الزياده بتاعتنا بالشكل ده اهي بالطريقه دي كده. هعمل الدور اللي بعده، بس قبل ما اعمل الدور اللي بعده هنا انا عايزه اوريكم حاجه، عشان انا هعمل تناقص مش هشتغل على الخرزه دي، لا انا هشتغل على الخرزه اللي هي البي ام. هكمل معاكم دلوقتي وبعد كده هوريكم احنا هنعمل الودان من هنا على الخرزتين البيت دول هنشتغل عليهم بعد كده، بس هكمل بقيته وهرجع لكم. بصوا انا هنا قلت لكم ان انا هشتغل على الخرزه دي مش هشتغل على الخرزه الصفراء. بصوا ماشيه معاكم ازاي ان انتوا مش هتتلخبطوا في اي حاجه. بدخل الخيط في الخرزه البيضه بالشكل ده اهي، وهبتدي اوسطن الخيط بتاعي بالطريقه دي طرفين. هنا هبتدي اعمل ايه؟ انا هحط هنا الدور كله باللون الابيض لحد الخرزه البيضه ديت. هعمل معاكم اول واحده وهكمل الباقي لحد اخر خرزايه. معلش ساعات كتير قوي بيقابلنا خرز بيبقى مقفول، طبعا مش هنعرف ان احنا نستعمله، يا اما لو عندكم ابره بتفتحوه بيها. هبقى اوريكم اهي، بصوا مقفوله من الجنب ده كده، حابين تفتحوها بابره اهي، هنا مفتوحه من ناحيه والناحيه التانيه لا. فساعات كتير قوي هيقابلنا الشغل دوت. احنا طبعا مش هنرمي اي حاجه. انا هنا كده حطيت 3 خرزات وقفلت. هكمل الدور كله لحد الخرزه دي. انا جيت عند اخر خرزه هلف الشغل بتاعي واحط في طرف الخيط اللي من تحت خرزتين باللون الابيض، وهقفل الشغل بتاعي بالشكل ده اهي عشان اطلع للدور اللي بعده، لان احنا هنا كده عملنا تناقص. هنا هبتدي اعمل ايه؟ انا هنا هحط خرزتين من اللون الاسود بالشكل ده وخرزة من اللون الابيض، وهقفل الشغل
الشغل كده بالشكل ده بالطريقة دي كده اهي، خرزتين من اللون الاسود وخرزة من اللون الابيض. الحلقة الجاية دي انا هعمل الغرزة اللي بعدها دي، انا هعملها الاتنين خرزتين باللون الابيض. يعني انا هنا كده هحط خرزتين باللون الابيض بالشكل ده اهي، بالطريقة دي اهي، بالشكل ده كده. بصوا بتبقى معانا كده. هعمل ايه تاني؟ هبتدي الحلقة اللي بعديها هحط خرزتين باللون الاسود. انا كده ببتدي اعمل الشعر والدماغ بتاع البوجي. هحط خرزتين من اللون الاسود بالشكل ده. يا رب اكون فهمتكم الطريقه بتاعتها عامله ازاي وتكون سهله عليكم. انا مشيت معاكم واحده واحده عشان محدش فيكم يتلخبط بالشكل ده كده. وهبتدي احط هنا خرزه باللون الاسود وخرزه باللون الابيض. الخرزه اللي بعدها دي بحط خرزه باللون الاسود وخرزه باللون الابيض، وهقفل الشغل بالشكل ده بالطريقه دي كده اهي. بصوا بالشكل ده كده. الخرزه دي هحط خرزتين باللون الابيض نفس ما حطيت خرزتين هنا كده، وبعد كده هقفل بخرزتين من اللون الاسود عشان اطلع للدور اللي بعده. انا كده حطيت خرزتين باللون الابيض اهو بالشكل ده. اخر حاجه اخر خرزه دي انا بقفلها اتنين باللون الاسمر اهو بالشكل ده كده، وهبتدي اطلع للدور اللي بعده. طبعا الادوار الجايه دي كلها انا هعملها باللون الاسود، مش هدخل اي لون تاني اهي بالشكل ده كده. انا كده هبتدي خلصت الدور ده. هعمل ايه؟ هطلع كمان دورين باللون الاسود وهوريكم هنعمل ايه. هرجع لكم تاني. انا عملت دورين زي ما قلت لكم كلهم باللون الاسود، وطلعت من هنا من الخرزه التانية دي الدور اللي بعديه الاخراني رقم 4. هعمل تناقص، هشتغل من الخرزه التانية دي كده، هحط 3 خرزات وهقفل الشغل بتاعنا كده بالطريقه دي. هكمل 3 خرزات كمان كلهم باللون الاسود، وهرجع لكم هوريكم هنعمل الودان بتاعه بوجي ازاي. كده انا خلصت الدور اللي قلت لكم عليه بقى معانا بالشكل ده. هنعمل هنا بقى الودان بتاعته ازاي. طريقتها سهله جدا. كل اللي احنا هنعمله طبعا الخيط اللي احنا قطعناه قلنا مش هيخسر معانا في حاجه. في الخرزه البيضه دي انا معيش هنا غير خرزتين من اللون الابيض. هعمل غرزه رباعيه 3 خرزات من اللون الابيض، وهقفل الشغل بتاعنا بالشكل ده اهي بالطريقه دي كده. هدخل طرف الخيط لتحت وهحط خرزتين من اللون الابيض بالشكل ده اهي. بقت معانا اهي بالشكل ده. بصوا سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. هقص الخيط بتاعنا وهداريه ما بين الخرز بعد ما بنثبت عليه،
وهنعمل الودان التانية، هتعملوا نفس الودان دي هتعملوها هنا بالظبط، وهوريكم هنعمل الايد ازاي. كده انا عملت الودنين زي بعض، وهنا طبعا كنت عامله الايد، هعمل لكم الايد التانية. بنيجي عند الخرزه دي اللي فوق دي الاولانيه، احنا مبنشتغلش فيها، انا بدخل الخيط في الخرزه التانية بالشكل ده كده اهي. وهعمل ايه؟ هحط 3 خرزات من اللون الابيض بالشكل ده. سهله جدا، فانا عملتها لكم بالطريقه دي عشان ما تتلخبطوش، تبقوا عارفين انتوا بتعملوا ايه. اهي كده حطيت 3 خرزات. الخرزه اللي جنبها بدخل طرف الخيط وبحط في طرف الخيط اللي من تحت خرزتين باللون البني نفس لون الزراير بالشكل ده، وهقفل الشغل كده. طلعت على فوق، هعمل ايه؟ الخرزه البني دي هحط عليها 3 خرزات من اللون البني، وتبقى كده الايد خلصت معانا. الرجل برضو سهله جدا، احنا هنا عاملينها بطريقه سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه اهي. بصوا بقت بالشكل ده. ادي كده الايد بتاع بكار بتاعت بوجي بالشكل ده كده اهي. الايد بالطريقه دي كده. هقص الخيط وهداريه وهوريكم الرجل التانية من بوجي هنعملها ازاي. كده هعمل الرجل اللي هنا، بحط الخيط في اول خرزايه من الطريقه دي. اول خرزايه بتقابلني هنا كده بحط الخيط، وبحط 3 خرزات من اللون البني اهي بالشكل ده، وهقفل الشغل بتاعي. بصوا بالشكل ده. هدخل طرف الخيط في الخرزه اللي جنبيها، انا مش هشتغل غير على الخرزتين دول بس. هنا هعمل ايه؟ هحط خرزتين من اللون البني بالشكل ده، وهقفل عشان اطلع للدور اللي بعده بالشكل ده. هبتدي اعمل ايه هنا؟ هحط 3 خرزات من اللون الاسود عشان تبقى بنفس الرجل التانية. 3 خرزات باللون الاسود بالشكل ده اهي. هدخل طرف الخيط في الخرزة اللي جنبها بالطريقة دي، وهحط خرزتين باللون الاسود بس برضو من طرف الخيط اللي من فوق، عشان انا هنا هعمل عملية تزايد. وهقفل الشغل بتاعي بالشكل ده اهي. طبعا انا هحط ال3 خرزات في اي طرف من الطرفين مش فارقة، لان دي اخر حاجة انا بعملها. 1 2 3 3 باللون الاسود، وهقفل الشغل بالشكل ده اهي اهي بالطريقة دي كده. بصوا بقت معانا بالشكل ده. طبعا احنا هنا هنكون عاملين ايه؟ مجهزين جزء تاني نفس الوش دوت، وهنكون طالعين فيه بدورين من الخرز. ببتدي بقى منين؟ ببتدي من اول الخرزة البني دي كده لحد ما ارجع للخرزة دي، وبعد كده ببتدي اعمل دور تاني هوريهولكم. بصوا الشكل معانا اهي بالشكل ده كده. انا هنا كده طلعت بدورين، ابتديت من البني اهي الخرزة
ومشيت كده على حسب الالوان اللي معايا كده. هوريكم بقى واحده برضو عشان اللي ما شافش الفيديوهات. مثلا انا هنا واقفه عند الخرزه السوداء دي، بعمل ايه؟ انا هوريكم بس ايه ان انا بعمل ازاي. عايزه اوريكم ازاي اللي انا بطلع اعمل الدورين اللي انا قلت لكم عليهم دولت. بعملهم دورين بيبقوا طالعين لفوق مش نايمين لتحت بالشكل ده. بصوا كده اهي، بصوا الشكل كده ازاي اهي. بعملها كده واقوم مدخله الخيط في الخرز اللي جنبيها وبحط خرزتين واقفل وهكذا لحد الاخر. انا هنا طبعا مش هحط حاجه اهي، انا بس حبيت اوريكم انا عملتها ازاي. وهكذا لحد الاخر انا عملت دورين بالشكل دوت اهو. بكون انا مجهزه الجزء ده. بصوا هنا لما احط الجزء دوت هنا بالطريقه دي اهي، بصوا الشكل بتاعها. هنا انا واقفه عند الخرزه اهي. انا كده هشبك الجزئين دولت في بعضيهم. طبعا انا هنا واقفه عند الخرزه السوداء دي، او انتوا بقى بتحبوا تدخلوها من اي طرف، اهم حاجه يكونوا متساويين كده بالشكل ده. انا هنا واقفه هنا كده، الخيط وقف معايا بالشكل ده، فبخش بايه، باخد خرزايه تاني من اللون الاسود حسب اللون اللي هو ايه اللي متقابل معايا، وبقوم داخله في الخرزه اللي قصادها بالشكل ده. بصوا هعملها كده عشان تبقى مظبوطه معاكم، مش هجيب حاجه اسندها اهي. بصوا بالشكل ده. انا بس حابه اوريكم بس اول واحده كده اهي. هنا انا هقفل باللون البني طبعا من اي اتجاه من الخرز، اهم حاجه حسب تناسق الالوان اللي معانا. ممكن تبقى البدايه معانا باللون الابيض، ممكن باللون الاسود اهي. بصوا بالشكل ده، بصوا عامله ازاي اهي اهي بالطريقه دي كده. بصوا بقوم واخده طرف الخيط بدخلها في الخرزه اللي جنبيها بالشكل ده بالطريقه دي كده، وباخد طرف الخيط التاني بدخلها في الخرزه اللي فوقيها على طول. معلش هي هتبقى ايه، لازم المكان ده بيبقى ضيق، لازم نوسع الشغل كده بايدينا ونقفل بالخرزه اللي هتبقى نفس اللون. هنا بصوا هنا هتقفل معانا بخرزه باللون الابيض عشان تبقى الالوان متناسقه معانا اهي. انا طبعا هكمل الشغل كله لحد الاخر. بصوا اهي دي عمليه التشبيك اللي انا بشبك بيها الفانوس. هكمل كل الجزء كده تشبيك وهرجع لكم. وكده الفانوس بعد ما خلصناه معانا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، لحمناه كله في قلب بعضه بقى معانا كده. احنا هنا فاضل ايه؟ فاضل ان احنا هنعمل الايد بتاعت بوجي. هنجيب قطعه من الخيط، شايفين الخرزه دي اللي هي اللي في النص المتوسطنه دي، انا باخد قطعه الخيط بدخلها في قلبيها بالشكل ده بالطريقه دي كده، وبوسطن الخيط معايا. هنا انا معايا لونين من الخرز حسب الاختيار اللي انتوا عايزينه. معايا اللون، انا هشتغل باللون الابيض وباللون الاصفر. هعمل ايه كده؟ انا هبتدي اعمل ايه معايا
طرفين. الطرف اليمين هحط خرزة باللون الاصفر وخرزة من اللون الابيض، وهعمل الحلقة بالشكل ده. انا هعمل هنا غرزة رباعية كده. انا عملت حلقة، باخد الطرف التاني وبحط خرزة من اللون الاصفر بالشكل ده، وبدخل الطرف دوت في قلب الحلقة وبشد. بصوا كده، بشد الخيط بتاعي بالشكل ده. هبتدي برضو اعمل تاني خرزة صفرة وخرزة بيضة واعمل الحلقة بالشكل ده، والطرف التاني هحط خرزة من اللون الاصفر بالطريقة دي. غرزة رباعية عادية جدا بالطريقة دي كده. انا هنا عملت 2، هعمل كمان 8 عشان يبقى العدد 10، وهرجع لكم كده. انا عملت 9 مرات، هعمل 10 معاكم. بحط في طرف الخيط اليمين خرزة، وباجي في الخرزة المقابلة من هنا كده بقوم مدخلة طرف الخيط، بعديه بالشكل ده. هوسع هنا لنفسي عشان لو ضيقة معانا ادخلها بالطريقة دي كده، وبشد الخيط بالشكل ده. باخد الطرف التاني اللي من ناحية فوق بحط فيه خرزاية باللون الاصفر، وبرجع في نفس الخرزاية اللي انا دخلت فيها من هنا، وبدخل الخيط. طبعا هنوسع برضو نفس النظام اهي كده بالشكل ده كده اهي. وهشد الخيط معاكم بالطريقة دي اهي. بقت بالشكل ده. بصوا هداري الخيط، هطلعه من الخرزة دي عشان ان انا هنا كده هثبت الشغل بالشكل ده، واطلعها من الخرزة اللي قصادها، وهرجع انزل تاني في الخرزة الصفراء اللي من تحت دي بالشكل ده، واخلي الخيطين متقابلين مع بعض ان انا هثبت الشغل بتاعي بالشكل ده كده. هبتدي اربط وهداري. بعد كده هعمل 3 عقدات وهداري بعد كده الخيط ما بين الخرز. وهنا كده شكل الفانوس بعد ما خلص معانا بقى بالشكل ده اهو، بالطريقه دي كده. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معاكم منوعات من نهوبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.